السلام عليكم يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. تعالوا بقى كلوا معانا. النهارده عملت لهم لوبيا. ماشي، لوبيا ورز ولحمه وشوربه اهي. صلوا على النبي يا حبايب قلبي. تعالوا بقى اتفضلوا كلوا. السلام عليكم، ازيك يا حبيب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ان شاء الله قربوا. تنسوش القناه تكبر. يلا سموه. عاملين نص سلاح عشان تعرفوا بسم الله. ايه دي معلقه ثانيه. جيب سيبوه معلقه. يلا سموا بقى. بسم الله الرحمن الرحيم. يلا. المره دي من الام اللي عامله الاكل. يوم انا ويوم ايه؟ والله النهارده عامله الاكل وزعلانه قوي ان انا سبت عيالي لوحدهم. انتوا عارفين ان حمزه تعبان لازم انا اقعد بيه. يلا مش مهم. بكره ايه مش عارفه. هتعملي الفرخه اللي هي ديت اللي فيها متفرقه. عملتها كذا مره. مخلل. احنا جايبين فطار الصبح، جايبين مخلل. ايه؟ عمال يعمل كده. قلب امه. بصي بقى ازاي؟ قلب امه تعبان. اديله كده رزتين بس بردون. ليه؟ خدش ايدك في بقك. حبيبي بيرجع لورا. خلاص مش عايز، بس عمال سلام يعمل عليك ازاي؟ يا قلبي. مش عايز ياكل. عمال يعمل بيحاول يقول لما التاني. مش عايز ياكل. كده يا بوزو. هو بس الاكل. كده يا بوزو. مش عايز تاكل ليه؟ كده زعلت ماما. كلوا لحمه بقى عندكم اهو، كل واحد ياخد له حته. خد لك حته، خد لك حته يا شود. انا خدت حته. انا خدت حته. لا انت ما خدتش. طب هاخد بقى دي. لا كلها بس. مش هاخد ادوا لي يا شود. دي ما فيهاش دهن، ما فيهاش دهن. لا دي. ايوه ما فيهاش دهن. هو بيحسب فيها دهن ما فيهاش. بالراحه بقى. ايه رايك في اللوبيا يا يوسف؟ حلوه. حب انت اللوبيا دي؟ مش لوبيا، فاصوليا. فاصوليا. ما هي اللوبيا زي الفاصوليا. ما كترتش انا فيها البصل اهو. مش بتحبها؟ انا عارف. مش عايزين شوربه؟ الشوربه جميله. المره بقى ما تعملي فاصوليا تاني ما تحطيش بصل خالص. قلب امه. انا مش عايزه اكل، انا عايزه اقوم اقعد جنب حمود. تقول ايه؟ تعمل لنا بيتزا. لا لسه كنت اقول بالليل بكره خلي امك تعمل لنا بيتزا. لا البيتزا مش هعملها. نشتريها من ما بره. طلعتش حلوه المره اللي فاتت. خلاص نشتريها من بره. طب عشان كانت ناشفه كانت حلوه برضه. قول يا يوسف اكل هو الاحترام. الحرف بتاعها بس هو اللي كده، لكن هي كان طعمها حلو. أيوة. كل اللحمه يا شوف. طلعي اللحمه كلها. البيتزا التانية ده كنت اقول لك تسلق ايدك كمان مره. تسلم ايدك على الاكل ده. قول يا شوف. انت يا كريم خد اللحمه دي. بلاش السمين دي. مع ان المفروض ابوكي وانا شايفاه المفروض ياكل السمين. هو بيحب السمين اصلا. هيقول احنا المفروض ممنوع من السمين، بس يلا عادي. اللحمه حلوه ليه بقى؟ عشان شغال يتقوى للشغل. في حد وراك يا بابا. ماشي. شفت قال لك ايه؟ مالكش دعوه. مالكم مش لاقيين يوسف النهارده ليه؟ ما بيسمعش الكلام. عموما عملنا التليفون، كل ما يجي يقول لك على حاجه يقول لك ايه؟ هات لا. التليفون. كل ما يا ابني اعمل حاجه كلها التليفون. او ننزل هات للعيال اخوات وبسكوت، او انزل هات باكو الشاي يقول لي هات التليفون. ماسكها لي زله. قلت له لا. بعد كده بقى مش هطلب منه حاجه ولا ادي له حاجه. ما بيسمعش كلام. تقولي عشان خاطر كنت شحن. نزلت كنت انت ما بتسمعش الكلام يا يوسف قلت بقى. لماما انا وديت كنت يقول لي ده النور مقطوع. خلاص يا يوسف. قول يا يوسف. مش عايزين شوربه؟ الشوربه جميله. حط لي حبه. لا ما ينفعش، لازم تاكل بالمعلقه كده. ازاي احطها على الرز انتوا وكده؟ بتاكلوا ومش مركزين. ما انا عارف. ابي عمال يطلع من لسانه. ابي عايزاك يا حبيبي تتنطط كده وتعمل هيصه في الشعب. مش عايزاك تسكت النهارده. احنا مش هننام، هنقعد نلعب معاك. لا ليه انا بغير. لا ما ينفعش تحط على الرز. خد كده واشرب عشان ما تبوظش الرز واختك بتاكل منه. الله. حلو. شوف طعمها حلو. قرب له الشوربه يا شويه. ما كلتوش اللحمه ليه؟ بناكل والله. انا بقى لحم.
سخنة. كان سخنة طلعت. لا استوت حلوة. ما انتش بيبقى ليه ناس من اللحمه مش عارفه ليه الفراخ هي اللي ده بالعكس لو بتاكلي لحمة ما تاكليش رز ولا لوبيا صح؟ اللحمة أهم. لا انا ما بحبش مش عارف تدخل. بصي يا حبايب شكلها بقى قلبي، زي يوسف. أنا عاملة لها الأكل أهو. بتقول أنا ماليش نفسي آكل لحمة، لا كلي اللحمة وبلاش رز وبلاش الحاجة التانية دي. تقول لي لا ماليش نفسي، مع إن اللحمة مش وحشة يعني حلو. مو كلمة كده كمان تقولي لأمك كنت عايزة تعملي إيه؟ انا كنت عايزة تعملي ببقى زي مين؟ لها. مش عايزة أعرف. ببقى زي مش فاهمه والله. عايزة تطلع طباخة زيي؟ لا مش طبخة زيك. بتقولي إيه؟ أنا عايزة أطلع زيك. طيب زيك أنت، طب خلاص. كلي يا يوسف، كلي يا حبيبي. ربنا يهديك. أنت من تسلمي شوية ليك يا ماما. ماشي يا حبيبي. من شوية كان جعان وعمال يقول لي أنا جعان يا ماما، كل بقى. كل ما تتكلمش كتير عشان الناس بتقول عليك، المتابعين بيقول لك عليك ان انت زنان ما تسمعش الكلام. كله وما تتكلمش كتير. سيب شروقية تتكلم براحتها. بعرف أعمل أكل. سكر من غير الواحد يشتري او يعمل له حاجه بس تلاقيه بيضحك، بس والله العظيم ساعات ما بيضحكش تلاقيه تعبان. يعني ممكن نص ساعه كده تلاقيه بيلعب وبيهزر، بعدين يقضي اليوم كله تعبان. جامدة عليك يا بشو. حد يدفع على اللحمة؟ طب ادفع على الرز، ادفع على الصلصة، لكن اللحمة تدفع على الله طعم الشوربة. عجبتنا النهارده يا جدعان. ها؟ مالنا تعبانين ايوه تعبانين. كل النهار كده قاعدين بس في وش بعض وساكتين. اجيب لك تاني طبيخ؟ حلو الطبيخ صح؟ كده مرة. بعض الوقت ما معك. أروح أجيب لك تشربي؟ شويه خدي يا شولي عشان خاطر كل حتى منها حته كده وزوي. ايوه تديله قرقوشه؟ مين؟ يقول لك قرقوشه. كلي بس حته منها ودوقيها. ده ملبسه الحته اللي كلها. كلت والله العظيم. ما انا عارفه ان انت كلتي. الناس شايفاني اهي وشاهده عليا، انا ما بقولكيش كل رز ولا بقول لك كل ما طبيخ. انا عارفه والله انا كلت، انا لو عايزه اشرب شوربه او اكل. لا انا قصدي على اللحمه كلها حف كده حلوه تقوي جسمك. بس ما بعرفش. طب اعمل ايه يا حبايبي؟ عني والله ما بقول لها كل الرز، انا بقول لها كل اللحمه، مش مهم الرز ولا الطبيخ، اللحمه حلوه ليه؟ انا سبتها براحتها. أنا نفسي أقعد كده في طبق شوربة وأقعد أشرب منه. انا شوفوا انتوا بقى رايكم ايه واكتبوا لي بقى وشوفوا الشو بتعمل معايا. انا بقول لها كل اللحمه بتقول لي يا لا. جماعه هو يعني انا بقول غصب عني انا كلت. يا لهوي خلاص والله قشطة. انا كلت. ما انا عارفه ان انت كلتي، بس اللحمه دي ده قبل الرز والحاجه دي غذاء ليه مش هقدر، جسمك. انا ببقى عارفه انا اكل ايه مش هقدر. ماشي لما اجوع بعديها باكلها تاني لكن دلوقتي مش كلها حب بقى بعد كده. عشان خاطر أنا يشيل كل. عشان خاطر أنا. هقدر. كلي انت يا سمية. كل انت عقبال ما ارجع. ماما موزي انا شايفه ان الكل بينزل فيديوهات مصر. عايزين نروح مصر. الولد بص عامل ازاي بس. لما اخوك يخف طب انا يا اقول لك كده خد فتوته ونروح كده كده اه ونوصل. بصي الشغل حتى لو ما نفعش السنه دي خليها السنه الجايه، كل عيال كبروا شويه عشان نعرف ننزلهم معانا، ما تستعجليش. اللي هنزل السنه الجايه ان شاء الله. بس يا يوسف السنه الجايه ان شاء الله نروح حتى نأجر اسبوع او اسبوع ان شاء الله، يمكن نأجر العصفوره شويه. فين؟ اهي جربها ايه؟ عامل كده. صح؟ بابا العصفوره العصفوره موجوده؟ قاعد. النهارده طبعا يا حبايبي واحنا بنطبخ وبنروق الشقه، لقينا مره واحده كده عصفوره في الشقه عندنا، ما اعرفش جت منين. بجلس الشقه ابص الاقي حاجه سودا. انا قلت ايه الدنيا كانت بقى السودا دي كانت يعني ايه طافين النور فاتحين شبابيك بس. ابص الاقي حاجه لونها بني كده صغيره، انا قلت حاجه تكون صغنونه او حاجه.
ابص هشها بالمعموله بالمقشه، ابص انا وقال لا لي كده اهو وصغننه خلاص. ومش عايزه تمشي من الشقه على فكره. طلعت عصفورة. بس كويس اللي احنا اكلناها، كانت جعانة. وما دلوقتي كمان عمالة بتدور عليها. روح هاتها كده يا يوسف، ما تخلص اكل هاتها لا ما خلص اكل. وبعدين ايه اغسل ايديك. ووريها لهم؟ اه بس خلص اكل. لا مش بخاف، اروح هو طب روح انت هاتها لهم. بقى بيجي بقى يوسف مش عارف يمسكها. ابوك مش هيعرف يجيب، مش هيرضى يجيب. عدت حمزه النهارده من رجلي. ايوه. والله العظيم عدته من رجلي. طب هتعمل ايه؟ ما كده هتموت حرام. وخايفه اطيرها ممكن تقع في الشارع، القطط ايه واكلاها او الكلاب. طب اعمل ايه يا جماعه؟ ماما الحقي. سيدي عادي. اعمل ايه بقى في العصفوره دي بقى؟ بيبص على الكاميرا. قولوا لي اعمل ايه؟ حمزه وطبعا لو سبتها او رميتها هشيل ذنبها، ممكن قطه تقوم جاريه عليها، إيه كلب، اي حاجه واكلها ايه من الشارع. طب اعمل هنا دلوقتي بقى ايه في العصفوره دي؟ اسيبها هتموت، انا معرفش بتاكل ايه، صغننه لسه. ايه؟ بوز بنعمل ايه كده؟ تعال والله حاسس كده. تعالي يابا. مين القريب مني؟ تعالى كل مني. كلت يا يوسف؟ هيشد الطبقه هيشد الطبقه. خلاص يا يوسف مش مهم، ده مش هتعرف تجيبها خلاص. هو بقى هيجيبها. هاتها يا بابا. وصلت هنا؟ بص لك يا يوسف. انا خلصت الاكل. خلصتوا اكل؟ طب استنوا، بصوا يا حبايبي احنا خلصنا الاكل عشان ما تقولوش ايه احنا جايين نحط طب الاكل استني. والعصفوره. قومي يا شوشي ليه؟ ما تدريش التليفون. استنى نحطها على الطبليه. استنى بس. حطيه. الحمد لله كان اهو. خدي يا شروق حطها على الطبليه بقى. بصوا يا حبايبي شيلي الاكل ودخليه المطبخ. اه حطها. بصوا يا حبايبي شوفي يا شروق بعيد. طب قولي لي اعمل ايه في العصفوره دي؟ والله حرام، انا خايفه ارميها تقوم قطه ولا حاجه جاريه عليها واكلاها. طب قولي لي اعمل ايه؟ اشيل ذنبها. انا مش عارفه انا فين النهارده. لا خلينا ناخدها. يعني العصافير ياخدوا والقطاقيط كده يخشوا لنا البيت واحنا قاعدين ياخدوا يعينوا. بصوا يا حبايبي حلو. بصوا مش عارفه اكلها، رحت حطيت لها شويه لبن من اللبن بتاع العيال بس في غطا بتاع ازازه، وقلت ايه اجرب ايه اكله اشربه لها. بصوا انا طبعا على بال ما ينزل لكم الفيديو ده يكون العصفوره الله يرحمه. انا مش عارفه اعمل ايه، ارميها ولا اسيبها ولا اعمل ايه. ممكن امها تيجي تاخدها. وطبعا انا ما اعرفش هي بتاكل يعني اسيب لها امها باب البلكونه مفتوح يخش لنا فار يخش لنا حاجه. ما بالنهار احنا كده بنسيب البلكونه مفتوحه. اعمل ايه في العصفوره الحلوه دي؟ ما ينفعش. يلا ما تاكلش. يلا شوفوا وشكم بخير بقى يا حبايب قلبي، وقولوا لي بقى ايه الضيف الجديد اللي جالنا دون اعمل فيه ايه. يلا سلام يا حبايبي، ما تنسوش اللايك والاشتراك عشان القناه تكبر بيك. باي يا حبايب قلبي.